سياسي البلاد. كيف بدك الاجواء اليوم في مجموعه من الفنانين الحاضرين عائلات تبارك الله عليهم، اجواء عائليه والفنانين كانوا في المستوى. تبارك الله عليهم. شكرا والصحه والراحه. واش كتمنى انه يكتفوا بحفلات بحال المستوى هذا؟ كنتمناو من الناس المسؤولين يعني اكثر من المهرجانات ومع الحفلات، وكيف ما كتشوفوا حنا دائما حاضرين مع الفنانه مع الناس المسؤولين، يعني سواء في المهرجانات ولا في الحفلات جميع المناسبات. نعم. وبالنسبه لك بالنسبه هذا التراث الثقافي، هذا الموروث هو انه فعلا ثقافي موروث وفي نفس الوقت حضاري، ولينا كنشوفوه واحد بحال كنقولوا كاين الانقراض. واش كتساهموا انكم تكتفوا بهذه الاعمال هذه اللي هي ثقافيه وحضاريه وتراث بلادنا كتحيوها ونزيدوها؟ اي حاجه كتخص تراث بلادنا يعني لازم علينا نحافظوا عليها، وكذلك نعلموها لوليداتنا وهاد الاجيال اللي جايين، اجيال كتوالثها، لان غادي نقارب هذا الشيء وليداتنا ولا وليداتنا ما غاديش يبقاو يعرفوا هذا الشيء. نعم. وحنا كنشوفوا بان حتى بالنسبه للفن ولا كيدار هذا الفن الجديد، ما كايناش كنسمعوا فنانه ذات وزن ثقيل. واش هذا عنده ظروف انه نقارض او فنانه غابوا او شي حاجه اللي كاينه؟ بالنسبه للفنانه كل واحد واللون ديالو الخاص، يعني كاين زعما فنانه نقدروا نقولوا بان اللون الفني ذات وزن ثقيل بحال كنقولوا نعيمه سميح الاغاني العريقه الاصيله، واش هي ولات بحال ما بقاتش على الاقبال الان، ولا هذا الشيء الجديد اللي اثر على ضغط على يمكن هذا الجيل الجديد اللي كيعرف غير الفنانه الشباب، ما كيعرفش الرواد القدام، ما كيعرفوش الرواد القدام. هادشي علاش كنناشدوا وزاره الثقافه والناس المسؤولين باش يحافظوا على التراث ديالنا القديم اللي كنا فيه مع جدودنا ومع الاباء ديالنا، حتى هو نورثوه لوليداتنا. نعم. وحنا كنعرفوا بان الفن او الغناء الطربي الاصيل ملي كنتكلموا شنو كنديروا؟ ما كنستمتعوش غير باغنيه كما كنقولوا اغنيه، كنستمتعوا بالكلمات بالالحان بالشعر بالاداء وحتى الوزن. يعني ما اغنيه ما كتقبل في الاذاعه او في قسم الانتاج الا كانت عندها وزن ثقيل. يعني حنا كنوصلوا واحد الرساله تربيه، كنتكلموا على البيئه، فعلا البيئه خصنا نحافظوا عليها، كنتكلموا على التعليم نفس الشيء، اي حاجه كنتوارثوا الثقافه. هذا الشيء اللي هذا هو الفن، راه رساله وما عندوش وطن وما عندوش لون. يعني كنا يعني كنهضروا باي لغه راه حنا فنانه وحنا ابداع. نتمناو نشوفوا الحفلات ونتمناو نشوفوا الناس الفنانين والرواد الاولين ديالنا والفن الشعبي حتى هو كذلك نتمناو نشوفوه بكثره، ويعني سيرتو في المهرجانات باش ما بقيناش كنشوفوا الناس التراث ديالنا. نعطيو الفرصه للشباب اللي طالع، ولكن كذلك ما نساوش التراث الفني ديالنا، ما نساوش الفنانين الشعبيين اللي حنا كبرنا معاهم وكيفكرونا في واحد الزمن اللي هو جميل. الزمن جميل، الزمن جميل، الزمن ذهبي. شكرا. وغادي نعاود نزيد ناكد على نشوفوا قدم لنا الاسم الكريم ديالو والمهنه ديالو قد شويه سي ياسر. كريم درمومي رئيس المدير العام لشركه كومبيتونس انتريم بيزنس، هي كتختص في عده مجالات منها المجال ديال الامن الخاص. تشرف فينا سيدي وشكرا بزاف، وكنتمناو نكونوا خفافين عليك وشكرا بزاف، وكنتمنى لك فرجه ممتعه. تفضل معنا تنال الرضا ديالك ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله.